محتاج ابص على الستيك هولدرز اللي حواليا وابدا اقيس حجم الانفلونس بتاعهم من الشكلين، مدى تاثيرهم على من حولهم او مدى تاثيرهم على مجريات الامور في المشروع بتاعي، علشان اقدر افهم انا بتعامل مع مين. اهلا بيكم، لسه مكملين مع aspects تساعدنا على understanding and analyzing the stakeholders، نقاط مهمة نقدر نحلل بيها ونفهم بيها الستيك هولدرز اللي معانا. والحاجة التانية اللي ممكن نتكلم فيها هي حجم الانفلونس بتاعهم، الانفلونس اوف ذا ستيك هولدر اخباره ايه. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الامباكت، والمره دي بنتكلم عن الانفلونس، ولكن للاسف وده حال الترجمه الاتنين هتلاقوها معناها التاثير، ولكن تعالوا نفهم الانفلونس هنا معناه ايه. الانفلونس هنا ممكن ياخد شكل من اتنين ومحتاج اقيس الاتنين. اول شكل من اشكال الانفلونس هو قد ايه الشخصيه دي مؤثره على اللي حواليه، الناس بتسمع له، الناس بتقتنع بكلامه، الناس بتتأثر بآرائه، وبالتالي الشخصية دي مؤثرة، حجم الانفلونس بتاعها عالي. وبالتالي تعالوا نبص على علاقتنا بيه. تخيلوا معايا لو هو مش مقتنع بالمشروع بتاعنا، او من وجهة نظره شايف ان المشروع بتاعنا دون النتائج بتاعته ما هياش احسن حاجة للبزنس او للإدارة او لوات ايفر، ايه اللي هيحصل؟ بما انه هو انفلونسر، هو مؤثر على من حوله، هيبدأ يزق كلامه وينشر كلامه بتأثيره بطريقة إقناعه على الناس اللي حواليه. فبدل ما هو الوحيد اللي مش مقتنع، ممكن يبقى فيه أكتر من حد مش مقتنع تأثرا بكلام صديقنا دون. أو العكس، ممكن تلاقي شخصية تأثيرها قليل، أسلوبها في الإقناع ضعيف، وبالتالي ما بتأثرش في ناس حواليها كتير. وات ايفر اللي قاله او ايا كانت القناعه اللي عنده، مش بيقدر ينشرها بسهوله في الناس، في وسط الناس اللي حواليه. ده احد الطرق اللي بنفهم بيها الشخصيات اللي قدامنا لو بنتكلم على الدايمنشن بتاع الانفلونس. شكل تاني من اشكال الانفلونس هو تاثيره على شكل المشروع ومجريات المشروع. اللي هو ازاي نربط الكلام ده يا جماعه بالريكوايرمنتس؟ وبالتالي لو عندنا ستيك هولدرز عنده عدد او كميه كبيره من الريكوايرمنتس في المشروع بتاعنا، ببساطه هيكون الانفلونس بتاعه عالي. ليه؟ لان طلباته دي والريكوايرمنتس بتاعه دي هي اللي هتشكل المشروع، هي اللي هتشكل الريزلت اللي يخرج من المشروع، هي اللي هتشكل مجريات الامور في المشروع بتاعنا. ولو عدد الريكوايرمنتس بتاعته هيكون قليل، ساعتها هنقول الانفلونس بتاعه هو كمان قليل، لا يتعدى حجم الريكوايرمنتس دي. وده اللي نقصده بتأثيره على مجريات الامور في المشروع بتاعنا. محتاج ابص على الستيك هولدرز اللي حواليا وابدا اقيس حجم الانفلونس بتاعهم من الشكلين، مدى تأثيرهم على من حولهم او مدى تأثيرهم على مجريات الامور في المشروع بتاعي، علشان اقدر افهم انا بتعامل مع مين، وبالتالي اقدر احط استراتيجي اوضح ازاي هنجح علاقته بالمشروع وعلاقة المشروع بيه.